يا مساء الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. إن شاء الله النهاردة هنعمل كده كوكتيل الفراولة والفواكه. يا رب يعجبكم وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نبتدي الفيديو. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وتحطوا لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة. أنا معايا فراولة، أيا كان الكمية، ده أقل من الكيلو. ومعايا موز وتفاح، كنت عايزة أحط رمان بس ما لقيتوش كويس فاستبعدته. تمام، فجبت خدت نص الفراولة وحطيتها في الخلاط، وحطيت عليها نص كوباية من السكر، وحطيت عليها كمان جيلو فراولة. ده من ماركة المتحدة، حلو جدا. أولا بيعزز اللون والطعم. لو الفراولة لونها فاتح أو بعد ما نضربها في الخلاط هتبقى لونها أفتح من اللون اللي أنا هوريهولكوا دلوقتي. فبحط عليها جيلو فراولة. تمام، وده شكلها بعد ما عفوا فرمناها. ودلوقتي طبعا بجيب الموز وبقطعه كده زي ما انتم شايفينه، شرايح كده رفيعة. على حسب ما انت عايزة بقى تزودي في السمك بتاعها تقللي فيه. طبعا جبت كام وحداية كده. عمار كان معايا طبعا في المطبخ وبيساعدني بيقشر لي الموز. تمام، اهو زي ما انتم شايفينه ده ايد عمار، يعني كان بيتسلى في الموز وفي نفس الوقت بيساعدني. وبعد كده الموز طبعا بيسمر على طول اول ما بنقطعه، فمينفعش ان احنا نسيبه لحد ما نزود بقية الفواكه. وانا ما بحبش احط له يعني ليمون وكده عشان يحتفظ بلونه، فانا بحطه في العصير اول باول. وكده طبعا انا كنت سبت نص الفراولة، فهقطعها برضو كده شرايح صغيرة زي ما انتم شايفين. برضو على حسب ذوقك في التقطيع، عايزة تقطعيها صغير كده عصافيري زي ما انا مقطعاها كده. تمام، عايزة تكبري التقطيعة شوية، والله ده براحتك. بس في الآخر بيبقى شكلها حلو القطعة الصغيرة دي، وكمان عشان الولاد يعرفوا ياكلوها وكده. طبعا أنا لقيت الذرة أو الشفشق اللي هو فيه العصير مش هياخد الكمية لو أنا قطعت التفاح. فطبعا مش هياخد الكمية، وانا عايزة طبعا ايه احط فيه التفاح وهرجعه تاني بس بعد ما ياخد التقليبة كويسة. وما كنتش هعرف اقلبه في الشفشة يعني، او في الكوباية الكبيرة. والتفاح زي ما انتم شايفين كده برضو بقطعه شرايح زي ما وريتهولكوا كده، شرايح برضو شرايح رفيعة. باخدها بالطول وبعدين اخدها بالعرض بعد ما قسمتها اتنين كده بالطول، وارجع تاني اخدها بالعرض. بتديني شرايح رفيعة حلوة قوي اهي شكلها. طبعا هحطها على بقى ايه على الفواكه اللي احنا عملناها. كنت عايزة ازود رمان بس الصراحة ما عجبنيش، لما فتحت واحدة ما عجبتنيش فاستبعدته. بس لو موجود اي فاكهة تانية، كيوي جوافة كانتالوب، تحطي مثلا رمان اي حاجة. ده شكل العصير او الكوكتيل بعد ما خلصناه. ممكن يعني تستخدميه كده اللي هو على الفطار، او ممكن بقى تحطيه بقى في كاسات وتزوديه كريمة من فوق، وتقدميه في كاسات وعليه الكريمة، يبقى كوكتيل كده بالكريمة. او تستكفي زي ما انا عملته كده وتصبيه وبألف هنا وشفا.